لو أول مرة تشوفوا ملخصاتنا صلوا على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وما تنسوش تعملوا اشتراك ويدعموني باللايك. ويبدأ الفيلم. البنت اسمها مولان، عندها قوة روحية اسمها تشي، وهي ورثاها من أجدادها وأبوها. وبنشوف مولان وهي بتجمع الفراخ مع أبوها، وبتجري فرخة منه وبتدخل البيوت وبتعمل فوضى كبيرة وبتطلع فوق الأسطح. بس مولان ما بترضاش تسيبها وتطلع وراها وبتجري وراها، وكانت الناس خايفة عليها، بس مولان بتجري وهي مش خايفة خالص. والفرخة نزلت، ومولان وهي نازلة وراها كانت هتقع، بس نزلت بطريقة وحركات احترافية، وكان أبوها فخور جدا بيها. بس أهل القرية كانوا رافضين تصرفاتها دي علشان هي بنت. وبالليل مولان كانت بتصرح لأختها، وسمعت أمها وهي بتكلم أبوها على تصرفاتها المرفوضة، وإن أهل القرية هيقولوا عليها ساحرة ومش هيرضى حد يتجوزها. وبيخرج أبوها وبيلاقيها بتصلح جناح العنقاء اللي هي كسرته وهي بتجري، وقال لها إن طائر العنقاء كان بيحمي عيلتها، وهو من واجبه إن هو يحميهم، وهي من واجباتها إنها تتجوز وتشرف عيلتها. وبنشوف تاجر عربي متجه للصين، وبتظهر له امرأة جميلة في الصحراء، فبتنيمه وبتدخل جسمه. وبيدخل التاجر في سوق لقرية في الصين، وفجأة بتتحول الساحرة اللي بتساعد جيش الروران بقيادة بوري خان، وفضلت تقتل في الجنود لغاية ما دخل جيش الروران، وكانوا بيقتلوا الجنود بطريقة وحشية جدا. والساحرة سابت جندي واحد علشان تدخل جسمه. وبنروح لقصر الامبراطور اللي كان مستشاره بيحكي له على المجزرة اللي حصلت في القرية من جيش الروران، وان قائدهم بوري خان عايز ينتقم من الامبراطور علشان هو قتل ابوه، وان في جندي واحد هو بس اللي نجا من المعركة. فالجندي قال له ان جيش الروران قوي بمساعدة الساحرة، فتعصب الامبراطور وقال له ان السحر محرم في بلدي، وانه ينتصر على الساحرة وبوري خان، وامر ان ياخد من كل عائلة رجل علشان يبني الجيش. وراحت الساحرة لبوري خان عشان تعرفه خطة الامبراطور، فقال لها ان هو مش هيستريح غير لما يقتل الامبراطور ويحكم الصين كلها. تسأله عن وضعها في حكم الصين، فاستهزأ بها علشان هي ساحرة ومنبوذة بين قريتها وفي الصين كلها، وعايرها بان هو اللي عمل لها كيان. ومسكته من رقبته وقالت له انت وجيشك من غيري مش هتقدر تنتصر ولا توصل لاي حاجة. فقال لها وانت من غيري هتكوني مشردة. ونشوف مولان بعد ما كبرت وهي راكبة على حصانها وبترجع لبيتها وبتحكي لأهلها على جولتها، بس مامتها بتقول لها ان الخطبة جايبه لها عريس، فاتضايقت مولان. بس ابوها قال لها ان جه دورها في تنفيذ واجباتها. وتاني يوم بيجهزوا مولان علشان يقابلوا الخطبة. وفي بيت الخطبة بعد ما خضعت مولان للاختبارات ظهر قدام اختها عنكبوت، وكانت اختها بتخاف منهم جدا، فمولان حطت البراد عليه. بس الخطبة اتضايقت جدا وطلبت منها ان هي ترجعه. في الاول كانت مولان معترضة، بس في الاخر شالت البراد وظهر العنكبوت قدام اختها واتبهدل المكان وباظت المقابلة. وخرجت الخطبة وقالت لابوها ان هو اثر في تربية مولان وان هي كده هتجيب له العار. وفي نفس اللحظة دخل مرسوم الامبراطور بيقول لهم ان كل عائلة تقدم راجل من عندها للانضمام للجيش الصيني، بس عائلة مولان ما كانش فيها الا ابوها بس، وهو كان محارب واتصاب في رجله في الحرب وبقى عاجز، بس ما قدرش يرفض علشان ده شرف للعائلة. وامها كانت بتقنع ابوها ان هو ما يروحش علشان خايفة عليه علشان ظروفه الخاصة، بس ابوها كان مصمم على رأيه. وجت مولان تتكلم فتعصب عليها وقام يجهز نفسه وهو ماسك سيفه، ايده كان بتهتز. طفته مولان. وتاني يوم الصبح قامت اسرتها من النوم وابوها ما بيلاقيش السيف وبيلاقي مكان الرسالة توكتها، فعرف ان بنته راحت مكانه. ومامتها كانت خايفة عليها وقالت له انه لازم يبلغ المرسوم، قال لها لو عرفوا ان هي بنت هيقتلوها. وراح للمعبد عشان يدعي لبنته ويطلب من طائر العنقاء ان هو يحميها. وبنشوف مولان وهي لابسة زي راجل وراكبة على حصانها، بس ضلت طريقها وتعبت من قلة الاكل والمشي في الصحراء فنامت. والصبح بتفتح عينيها شافت طائر العنقاء بيطير حواليها، فعرفت كده ان هو هيعرفها الطريق، فقامت وكملت طريقها لحد ما وصلوا للمعسكر. واحد من زمايلها في الجيش اتريق على ضعف جسمها فطلعت سيفها ووجهته في وشه، فهو بارزها وجه القائد وفصل ما بينهم. وبالليل الجنود بيستعدوا للاستحمام، بس مولان كانت خايفة ومكسوفة جدا. ودخل القائد وطلب متطوع للحراسة، وفورا اتطوعت مولان علشان تهرب من الاستحمام مع زمايلها. وكانت بتدخل تنام لما كلهم بيناموا، وكانت بتخفي ملامح انوثتها. وتاني يوم الصبح القائد بيقول لهم على القواعد المحرمة داخل المعسكر، وهي الكذب والخيانة ووجود بنات داخل المعسكر، وعقوبتهم القتل او الطرد من المعسكر وجلب العار لعائلتهم. ويبدأوا التدريب، بس في الأول بتبقى التدريبات صعبة عليهم جدا، بس هم بيحاولوا. وفي يوم من أيام التدريبات غش جندي في تخفيف المية اللي معاه علشان يقدر يطلع بيها، وقفوا القائد وطردوا من المعسكر وجاب العار لعيلته. وفي الغدا مولان كانت قاعدة مع زمايلها، وكان كل واحد منهم بيحكي عن وصفات شريكة حياته. فمولان بتقول لهم إن أهم حاجة في المرأة هي شخصيتها، فضحكوا وتريقوا على كلامها. وتاني يوم الصبح هما في التدريبات صديقها من جواي حب يظهر قدرته عليها، بس هي من غير
غير ما تحس ظهرت القوة الروحية اللي جواها، وكان القائد وكل زميلها مبهورين بحركاتها. ولما مولان حست ان هي ظهرت القوة سابت التدريبات ودخلت الخيمة علشان اتضايقت ان هي ظهرت قوتها، وزمايلها دخلوا وراها وكانوا مبهورين بقوتها ومهارتها، بس بعدوا عنها علشان ريحتها وحشة وطلبوا منها ان هي تستحمى. وبالليل راحت تستحمى في البحيرة، وجي زميلها هونجواي علشان يعتذر ليها على اللي حصل في التدريبات، بس هي كلمته بطريقة وحشة علشان يبعد عنها. وفي معسكر الوران كان بوري خان مجتمع مع بعض القبائل المتحدة معاه، وهم بيتكلموا دخلت الساحرة على شكل طائر، وقام واحد منهم وقال له ان هم رافضين مساعدة الساحرة في الحرب علشان ده هيبقى عار عليهم. بس بوري خان اتعصب عليه وقال له ان هي شغالة عنده، وبيخرجوا من الخيمة وبيطلب منها ان هي تمهد له الطريق للمدينة اللي هيقتحموها. وتاني يوم القائد بيطلب مولان في الخيمة، وهناك بيقول لها القائد ان هو يعرف ابوها ويعرف القوة اللي عندها، قوة التشي، وان هي ورثت القوة دي من ابوها. قال لها ان لازم القوة دي ننميها ونظهرها. وبدأت مولان في تدريب نفسها ليل ونهار في تنمية مهاراتها، وفعلا بسبب التدريبات قدرت مولان تطلع لقمة الجبل من غير اي تعب، وكانوا زمايلها مستغربين من مهاراتها اللي بتزيد يوم عن يوم. في نفس الوقت بيكون الساحرة وبوري خان سيطروا على المدينة التانية، وبعد كده بيجي استدعاء للجيوش من الامبراطور للحرب، وهم بيحلفوا القسم على الولاء والشجاعة والصدق. بس مولان جت عند كلمة الصدق وسكتت، وحست ان هي بتعمل حاجة غلط، وقررت تعترف للقائد. وراحت للقائد، وقبل ما تتكلم اتفاجئت من كلام القائد، وهو بيقول لها ان هو فخور جدا بيها وبشجاعتها ومهارتها، وان هو يبقى ليه الشرف لو هو جه اتجوز بنته على اساس ان هي ولد. والجيش وهم في طريقهم عدوا على مدينة لقوا كل الجنود مقتولين بطريقة بشعة، وعرفوا ان بوري خان هو اللي عمل كده، وراحوا المدينة اللي بعدها علشان يستنوا بوري خان ويحاربوه. وفي واحد من الجنود كان بيكتشف المكان، فجي وبلغ القائد بان بوري خان قريب جدا منهم. وبالليل مولان كانت قاعدة مع زمايلها وكان باين عليهم الخوف، بس مولان قالت لهم ما يخافوش وانها هتحميهم وهتدافع عنهم كلهم، وهم كمان هيحموها وهيدافعوا عنها وهيدافعوا عن بعض. وتاني يوم الصبح بوري خان خد جيشه وراح علشان يهاجم المدينة، وفاجئ بجيش الامبراطور قدامه. وبدأ جيش الامبراطور برمي السهام على جيش الوران، ومات عدد كبير من الجنود، وفي مجموعة هربت من جيش الوران. فالقائد بعت وراهم فريق مولان، بس جنود الوران كانوا متدربين جدا وقتلوا مجموعة مولان، ومفضلش غير مولان بس، وهي ما استسلمتش وجرت وراهم لحد ما وصلت مكان فيه دخان كتير. وهنا ظهرت لها الساحرة ومسكتها وقالت لها ان هي عارفة حقيقتها، وقالت لها ان لو الجيش عارف ان هي بنت هيقتلها وهيطردها وهتجيب العار لاهلها وهتبقى منبوذة زيها. فرفعت مولان في وشها السيف وقالت لها ان هي جندية من جنود الامبراطور، فضربتها الساحرة وحاولت مولان تدافع عن نفسها، بس الساحرة قالت لها ان هي ضعيفة مش هتقدر تستخدم قوة التشي علشان هي بتكذب. فمولان حبت تثبت لها ان هي شجاعة، فعملت لها جرح في ايديها، فالساحرة ضربتها برمحها فوقعت مولان وافتكرتها ماتت. وبعد كده بتفوق مولان على كلمة الصدق، وبتلاقي ان الحزام اللي لابساه هو اللي حماها، فبتقرر ان هي تظهر على طبيعتها وبتروح مكان المعركة وبتقاتل جنود الوران بكل قوتها ومهارتها، لدرجة ان الجنود بدأوا يهربوا منها وافتكروها ساحرة. وهنا الساحرة بتتحول لطيور وتنزل على جيش الصين علشان تهاجمهم، بس الجنود بتعمل حماية لنفسهم، وده خلى الجيش بوري خان يضربهم بكرات من النار، وده كان بيموت عدد كبير من الجنود. بس مولان فكرت في حيلة انها تجمع الخوذ وتحطها على قمة الجبل، وبدأت تضرب سهام من ورا جيش بوري عشان يفتكروا ان في جنود ورا الجبل ويضربوا في الجليد، ودي كانت خطتها. وفعلا انهار الجليد وغطى الجيشين، وكان القائد وزمايلها بيدوروا على مولان، وظهرت لهم بهيئتها كبنت واتفاجئوا واعتذرت للقائد، بس القائد قال لها ان هي كده جلبت العار لاهلها وان هي مطرودة من جيش الامبراطور، بس هي قالت له ان هو يقتلها احسن وافضل ليها. بس القائد اكتفى بطردها، ومشت مولان وهي زعلانة، وبتقابلها الساحرة وبتقول لها ان هي بقت منبوذة زيها، وده نفس اللي حصل معاها اول ما ظهرت قوتها، وحتى بوري خان بيعاملني معاملة العبدة. فقالت لها مولان ان هي غيرها وان هي جندي من جنود الامبراطور. قالت لها الساحرة ان هي تنضم ليهم علشان هم قربوا للامبراطور، وان بوري خان في طريقه القصر عشان يقتل الامبراطور ويحكم الصين. بس مولان رفضت وراحت للقائد وقالت له ان الحرب دي كانت خدعة، وان بوري خان في طريقه للقصر علشان يقتل الامبراطور ويحكم الصين. بس القائد ما صدقهاش وكان هيقتلها، بس زمايلها دافعوا عنها وقالوا للقائد ان هي اللي انقذتهم في المعركة، فاقتنع القائد وطلب منها ان هي تقودهم لقصر الامبراطور. وفي نفس الوقت بيدخل جيش بوري خان المدينة اللي فيها القصر، وبتدخل الساحرة جسم المستشار الامبراطور علشان تؤمر كل الجنود انهم يتجمعوا في مكان واحد، حتى اللي على
البوابة، وبيستغرب جدا قائد الحراس بس بينفذ الأمر. والمستشار بيروح للإمبراطور وبيقول له إن بوري خان دخل مدينتهم وإن هو كده في خطر كبير. وبعد كده الساحرة بتدي إشارة لبوري خان علشان يبدأ الهجوم، وفي نفس اللحظة بتكون وصلت مولان وفريقها. وبتلاحظ مولان إن البوابات وساحة القصر مفيهاش ولا حارس، وأول ما بيدخلوا بيتقفل باب القصر عليهم، وبيشوفوا جنود بوري خان في كل مكان، وبيعرفوا إن ده كان كمين. والقائد بيقول لها إن هي تروح تحمي الإمبراطور. ولما بتوصل العرش بتلاقي الساحرة هي اللي موجودة، وبتقول لها إن هي معجبة بشجاعتها وإخلاصها. فمولان بتقنعها إن هي تنضم ليهم وده هيبقى خير ليها. فاقتنعت الساحرة وتحولت لطائر، ومولان بتروح وراها وبتوصل لبوري خان وبيسألها ايه اللي جابها. فبتقوله ان هو هيتهزم واللي هتهزمه محاربة مخلصة. فرمى على مولان السهم، فالساحرة بتطير علشان تنقذ مولان، وبتموت الساحرة في حضن مولان. وبتقاتل مولان بوري خان بكل قوتها، بس بوري خان وقع لها سيفها في النار، وطبعا زعلت عشان ده سيف ابوها. وبيقول لها الامبراطور ان هي محاربة عظيمة وهي زي طائر العنقاء قوية. فبتكمل محاربتها مع بوري خان وبتقطع الحبل وبتوقعه على الارض، وبتروح تفك الامبراطور. وبيضرب بوري خان سهم على الامبراطور فبيمسكه وبيرميه لمولان، فبتضربه برجليها وبتوجه السهم لبوري خان وبتموته. وبعد كده بنشوف السين وهي بتحتفل، والامبراطور بيشكر مولان على انقاذ حياته وبيطلب منها ان هي تبقى من جنود القصر، بس هي شكرته واعتذرت له عن طلبه علشان ترجع لعيلتها علشان تزيل العار اللي جلبته لأهلها. فالإمبراطور سمح ليها برجوعها لبيتها. ولما بتوصل قريتها بتلاقي أهل القرية مستقبلينها، وأختها بتجري عليها وبتحضنها هي وأمتها، وبتروح لأبوها ويقول لها إن هو كان خايف عليها وكان عارف إن هي محاربة قوية، وبتقوله إن هي خسرت سيفه فحضنها. وفي نفس اللحظة بيدخل القائد، فأبوها بيقول له لو جاي تعاقبها خدني أنا. فالقائد بيقول له إن هو جايب مرسوم من الإمبراطور لمولان بسيف بدل اللي فقدته، وبيقول له إن هي شرف لعائلتها وللصين كلها، وبيقول لها إن هي تفكر في عرض الإمبراطور. فابتسمت مولان علشان جابت الفخر والشرف لعائلتها. وكده خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم اشترك في القناة وفعل الجرس على كل عشان يجيلكوا كل ملخصاتنا الجديدة.